دوري 2019 سمي بما لا يدع مجالا لشك لدى جمهور النادي الاهلي، اتحدث شعبيا يعني، انه ده دوري سيد عبد الحفيظ. هل 2025 نقدر نطلق عليه اسم معين من وجهة نظرك؟ دوري فلان الفلاني او دوري كذا او دوري كذا؟ لا يعني في ناس كتير على المستوى الجماعي والمستوى الفردي كمان يعني. طبعا القفله اللي جايه من الناس المسؤوله عن الفريق، سواء لجنه التخطيط او اللي على اداره الفريق، يعني حته ان انت بعدت تماما. يعني انا كنادي اهلي ابقى عارف ان المؤامره فين ومين شغال عليها، وهاجمه وانتقده واتعامل معاه بمنتهى القوه، تمام، لكن ما بعيش في المؤامره، ما بعيش فيها. احنا جت فتره الناس كلها بتقول لك الدوري موجه لبيراميدز، تمام، وبدا الموضوع ينتشر ده غلط، ده غلط كبير. غلط. لا طبعا غلط كبير. ما تحبش انت الجو ده؟ ما بحبش الجو ده خالص، ما بحبش الجو ده خالص، لكن اجي في وشك كده اقول لك خلي بالك انا عارف انت بتعمل ايه. انا عارف انت بتعمل ايه. يعني مش عارف ايه، هجوم كذا، حكام بتعمل كذا، مش عارف لجنه المسابقات بتعمل كذا، الرابطه بتعمل كذا، اتحاد الكوره بيعمل كذا، ببقى عارف. فاهم هاني؟ لما تحس انه في حاجه بتحصل تضغط من غير ما تعيش الجو، تقصد كده؟ اضغط بس ما اعيش الجو. لا واواجهك. يعني ان شاء الله حتى اروح لك في مكتبك، ما فيش مشكله خالص، او اكلمك او اقابلك واقول لك انا على درايه بكذا وكذا وكذا وكذا، وانا عارف، يعني انا عارف ان ده بيحصل. طب ايه الفرق ما بين كده وما بين اي حاجه ثانيه؟ لا لو عشت ده انا استسلمت. فرق كبير جدا، تمام. انا استسلمت للحاله اللي انت فيها، وده بيحصل على فكره ماديه كتير. رميت الاسباب. يبقى انا رميت الاسباب خلاص. يعني انا يجي يقول لك مثلا الحكم الفلاني من اول دقيقه، تمام، من اول دقيقه، ده انت ماشي يا سيدي، اطرد، فرض اتطرد يعني من الجهاز، ايه المشكله؟ بس الامور اتعدلت، انت فاهم؟ الامور في الملعب اتعدلت. ما ترميش الفوطه، يعني انت تقصد ان انا ما ارميش الفوطه؟ لا لا لا، في تحدي اكبر. تمام. طيب قول برضو لو هتدي اسم عنوان للدوري. ما انا بقول لك الناس القائمين، دخول الجهاز الفني عماد النحاس وكابتن عماد النحاس وكابتن محمد يوسف وكابتن محمد شوقي الصراحه يعني. وهنا انا بحيي محمد شوقي جدا، هنتكلم عنه، دور رائع يعني. وكابتن محمد نجيب بالتاكيد. ياسر ابراهيم له دور جبار في الفرق، خصوصا في ثلاث ماتشات. أيوه. بتروجيت وسيراميكا والبنك الاهلي، وشخصيه الاهلي.